الحمير من غزة مرحب بها، لكن لا يسمح للأطفال. شيء يعني دي الصحافة الألمانية. وفقا لبياناتها قامت جمعية ملجأ من أجل بداية جديدة الإسرائيلية بإجلاء 600 حمار من غزة، بيفضوا غزة من الحمير. لماذا تنقل إسرائيل الحمير من غزة إلى ألمانيا؟ هل استفاقت إنسانيتهم مع الحمير؟ لا بالطبع، الغرض مغاير تماما. خلينا نسمع معتز مطر. الألمانية استقبال الحمير من غزة لأنهم مش عارفين مين صاحبها. جيش الاحتلال بيصر على تصدير الحمير لكي لا تساعد أهل غزة في إعادة الإعمار، وألمانيا تلقفت الحمير المسكينة في نفس الوقت التي تواصل ألمانيا فيه رفض استقبال أطفال غزاوية للعلاج. المشهد أدى لصدمة الصحف الألمانية ذاتها. إسرائيل بتنقل لهم حمير غزة اللي بيتنقلوا بها في فترة الحرب مع عدم وجود بنزين ولا سيارات ولا مواصلات، بحين أن ميرتس وحكومته يرفضون استقبال الأطفال. الحمير من غزة مرحب بها، لكن لا يسمح للأطفال. شيء يعني دي الصحافة الألمانية. 8 حمير وجدت موطنا جديدا لها في ألمانيا، جزء من مبادرة أطلقتها جمعية ملجأ لبداية جديدة، جمعية إسرائيلية التي تزعم أنها أنقذت 50 حمار مصابا بلا مالك من منطقة الحرب. نقلت الحمير جوا إلى ليج، حيث انتشل أصدقاء أنصار حديقة حيوان أوبنهايم في راينلاند 4 منها. شوف الإنسانية، جمعية إسرائيلية بتصدر لحديقة الحيوان الألمانية، حقيقة منتهى الإنسانية. وسموهم أنا وأليسا وغريتا ورودي. الحيوانات بخير، تتواصل بحذر مع باقي سكان حديقة الحيوانات. الحمد لله إن هم بخير، الحمد لله. مش الحمير بخير. وفقا لبياناتها قامت جمعية ملجأ من أجل بداية جديدة الإسرائيلية بإجلاء 600 حمار من غزة، بيفضوا غزة من الحمير ليزيدوا الألم آلاما ويزيدوا المعاناة معاناة. في غضون ذلك لا يزال الأطفال المصابون بصدمات نفسية من منطقة الحرب ممنوعين من دخول ألمانيا.